أهلا بالحوت وأهلا ببرج الحوت. بنعمل قراءة منفصلين برج الحوت شهر ديسمبر. حبيبك المنفصل يا حوت، والناس المنفصلة والشريك المنفصل يا حوت. وبنشوفك ونشوف طاقتك ايه يا حوت، ونشوف طاقة المنفصلين. بسم الله بنحط النية وبنستقبل النية. ونستقبل القراءة والإجابات اللي احنا محتاجينها من القراءة. ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل تفعيل اشتراكك في القناة يا حوت. اللي محتاج قراءة عن توقعات 2026، اللي محتاج قراءة تفصيلية خاصة بيه، يتواصل على الرقم اللي موجود في البايو. بنعمل قراءة توقعات 2026 ليك بصفة شخصية، كل المواقف والظروف والأيام بتاعة الشهر والشهور وطاقتها ايه المالية وطاقة العاطفة. اوكي، يلا نحط النية ونبتدي. يا ترى حبيبك طاقته ليك ايه المنفصل عنك، او شريكك المنفصل يا ترى طاقته عاملة ازاي يا حوت. بسم الله. وبناخد طاقة كمان الشريك. مم. طاقة الحوت آه الدنيا حلوة معاه يعني. يعني خرج من العلاقة او انفصل، بس توازن كده وحاسس بثراء مادي، وحاسس ان الدنيا والحظ ابتدى يظبط طاقة الحوت. ويحس بالرضا إلى حد ما كده، ويحس بالحرية، ويحس انه في حاجات جديدة بتحصل في حياته، ويحس بالحماس، ويحس بالقوة. طاقة توازن وطاقة قوة وطاقة اعتماد كده على نفسه، والدنيا بتفتح بيبانها، والدنيا حلوة وابتدت تتوازن معاه بعد الانفصال وبعد الجروح وبعد الألم وبعد المشاكل. بقى في حالة هدوء الفترة دي، وحاسس ان في حلول كتير جاية، وحاسس ان الدنيا حلوة، وشايف ان الحظ معاه قوي، وشايف ان كمان في بدايات حلوة، وعنده حماس من نوع خاص. طيب طاقة شريكك ايه يا حمد؟ الشريك طاقته شاعر ببدايات، وعنده بدايات، عنده بداية حلوة. في تغيرات روحية في حياة الشريك يا حمد. آه، روحه بتتغير وشخصية بتتغير، وممكن يكون بيسمع صوت نفسه لأول مرة، أو ابتدى ينتبه إن هو المفروض يبقى غير مكان. يعني في نداء من الطبيعة ليه بالتغيير، بيتغير، عنده طاقة تغيير. بس حاسس إنه شايل فوق طاقته كتير، وحاسس إنه مضغوط، وإنه انضغط من العلاقة دي، والعلاقة دي جابت معاه يعني خلاص جابت معاه آخر يعني. كمان طاقته فيها، هو عايز، يعني عايزه اقول ايه، هو عايز آه، عايز بدايه، بيدور على فرصه حلوه وبدايه جديده في العلاقه. عايز حقيقه، عايز بدايه، عايز دنيا تخلص، وعايز دنيا تانية تبتدي جديده في العلاقه. بشوف ان هو في نهاية، شايف ان هو في نهاية الاحزان، وشايف ان في بدايات حلوة ممكن تيجي من وجهة نظره. شايف ان في بدايات كويسة ممكن تيجي، لان في نهاية لآلام، نهاية لأوجاع. في تعديل، في تعديل، حركة تعديل مسارات. في حاجات بتخلص عشان حاجات تانية تبتدي، في حاجات وحشة كانت بتموت في الشخصية او في العلاقة علشان يبتدي حاجات جديدة. طب خلينا نشوف مشاعره ليك ايه يا حوت. مشاعر ايه يا حوت؟ اوكي، بشوف ان مشاعره ليك يا حوت فيها فيها بعض الملل. اه، ملان او زهقان، او محتاج حاجة تيجي تعمل مل من المشاكل، ممكن مل ان الحب ركض، ممكن مل ان الحب ما بقاش زي الاول، مل من انه مش شاعر بحب اتجاه من الحوت ليه، وشايف ان الحوت منتبه لنفسه وشايف نفسه وشايف حياته، ومش منتبه خالص، فده مسبب له ألم. بينتظر منك رسالة او حب او حاجة ترفع معنوياته في العلاقة دي. مشاعره عايز حاجة تيجي ترجع له ثقته بنفسه تاني، او ترجع له مشاعر حب كان مفتقدها مرة اخرى.
كمان بيشوف إن هو الحياة بقت تقليدية حلوة، ممكن تكون في تواصل مش وحش، ممكن تكون بتكلموا بعض أو في علاقة ما بينكم أو في ناس لسه قاعدة في البيت مع شريكها بس هي منفصلة نفسيا. لكن الحياة بقت معاك مش زي ما هو محتاج. هو محتاج حاجة تكون بره التقليدية، محتاج فرحة بره التقليدية، محتاج يخرج بره التقليدية، محتاج اختيارات للحب وأشكال للحب مختلفة معاك يا حوت. آه، قلقان من المواجهات وخايف من المواجهات. شايف ان هو بيدافع عن نفسه كده مشاعره. يعني ايه؟ مش عايز يواجهك، مش عايز يبقى يدخل معاك في نقاش ولا مواجهة. تعبان من مواجهاتك، زهق من مواجهاتك، او في، انا شايفة ان الطاقة دي فيها ناس بتتعامل مع بعض مش منفصلين خالص. في ناس لسه بتتعامل مع شريكها، بس المواجهات اللي ما بينه وما بينك عملت له قلق وبقى يحافظ على نفسه وعلى مشاعره منك شوية. طيب، يا ترى شايف نفسه ايه قدامك؟ شايف نفسه قدامك ايه؟ بيشوف نفسه قدامك ان هو قراراته مش قوية، مش قادر ياخد قرارات قوية، او بيشوف نفسه ان هو عمل قرارات او بياخد قرارات مش افضل حاجة بالنسبة له. بشوف كمان انه بيطلع من مشاكل، يعني لسه بيحاول يطلع من مشكلة طلع. بيشوف ان هو حد يعني شايل مسؤولية او عايز يشيل مسؤولية العلاقة تاني. كمان بيشوف ان هو في تغيرات قوية جدا، شايف نفسه ان هو اتغير للافضل والاحسن، عنده امكانيات كتير، وانه كاريزما، وان حد فاهم نفسه، وان حد معتمد على نفسه، حد يعني كويس مع نفسه وفاهم نفسه، عنده قدرات. مشكلته انه شاف ان الوقت ما بقاش مناسب، او بقى يعني الوقت في المشاعر والحب ما بقاش زي الاول، ما بقاش الحاجات دي تأثر مع الحوت. يعني هو شايف نفسه كل ده لكن الحوت مش شايف ده. هو شايف نفسه كده لكن الحوت مش شايف كده خالص. الحوت شايف مش شايفه اصلا، يعني شايف نفسه اكتر، لان الحوت هنا شايف نفسه الكينج، شايف نفسه الحرية، شايف نفسه الخصوبة، شايف نفسه السعادة، شايف نفسه الانطلاق. فمش شايف كل ده، فهو شايف ان الوقت، يعني في الدنيا ما بقتش زي زمان. عايزة اقول كده، الدنيا انا شايف نفسي لسه كويس بس مش عارف اعمل معاك ايه يا حوت. ما بقاش زي زمان، الحياة ما بقتش زي زمان، الدنيا مش راضية ترجع زي زمان. طيب خلينا نكمل ونقول، يا ترى خطواته ليك ايه؟ خطواته ليك ايه يا حوت؟ خطواته ليك يا حوت في بداية حلوة جدا وسعادة وعايز يعني بداية حلوة مادية، وكمان عايز يبادر بالتصالح والتسامح والهدايا والحب والمودة. مودة، شاعر انه خطوته ليك مودة، لكن اشياء بتمنعه، وهو ان الحوت ما بقاش شايفه، الحوت ما بقاش يحبه. عنده خذلان رهيب من الحوت، وحاسس ان الحوت مش هيستقبله تاني، او حاسس ان الحوت جرحه بزيادة من ردود افعال الحوت كانت قوية عليه، لدرجة ان هو بقى في هذا الحال، خذلان وتعبان ونفسيته تعبانة، وشايف ان العلاقة بقت سلبية اكتر بكتير من ايجابية. طيب، خلينا نقول رسالة من قلبه ليك يا حوت، رسالة من قلب الشخص ده ليك يا حوت. انا لسه بفتكرك، انا مش قادر انساك، انا بسمع صوتك مرارا وتكرارا، بسمع كل الكلام اللي كان ما بيننا في مسجاتنا، او صوتك في بشوفك، او بسمع صوتك في مسجات كانت ما بيني وما بينك. انا عاوز اكون بالقرب منك. طيب خلينا نقول في تواصل مرة اخرى ما بينك يا حوت وما بين هذا الشخص. في مبادرة في العلاقة دي، لكن فيها جروح كتير. في مبادرة، في ناس ممكن تبادر وتكلم وتستقبل السلام، بس في جروح كتير قديمة محتاجة تتشافى، وفي صراع ما بين الاتنين. يعني ممكن يكون
مؤجلة شوية التصالح لحياة الحوت.